عمرك سألت نفسك كل السلاح ده يجي منين؟ طب مين هم عمالقة صناعة السلاح على مستوى العالم؟ لو عايز تعرف إجابات للأسئلة دي شد حزامك وجمد قلبك وتعالى دخلك عالم كله إثارة وتشويق، عالم لوك هيد مارتن، عملاق صناعة السلاح على مستوى العالم كله. وخلي بالك عشان هنكتشف أسرار أول مرة تسمعها في حياتك. متنساش تعمل لنا سبسكرايب وتفعل زر الجرس وتفجر اللايك. أنا محمد الخطيب وأنت بتتفرج على حقيقة في كتاب. هنبدأ الرحلة بالعودة لتاريخ الشركة اللي تأسست على مدار سنين وابتكرت وطورت من نفسها عشان تبقى الحاكم الأوحد لعالم صناعة الأسلحة في العالم كله، وقدرت إنها تعمل أصول ضخمة واسم هيفضل محفور على مدار التاريخ في عالم الصناعات العسكرية. تعال نتعرف على بدايتها المتواضعة وإزاي بقت الوحش اللي الكل بيعمل له ألف حساب، وقدرت إنها تكون أكبر وأقوى شركة في العالم لصناعة الأسلحة. هي شركة أمريكية تأسست سنة 1995 على إيد 2 شركاء هما هورد هيوز وجيمس سميث لوكهايد. ومن هنا جت تسمية الشركة. بدأت الشركة زي ما بنقول كده على صغير، بدأت تصنع طيارات صغيرة وقطع غيار للمعدات العسكرية، ومع مرور الوقت قدرت الشركة إنها تطور وتبتكر في عالم الصناعات العسكرية، وقدرت إنها تطور تقنيات متقدمة جدا في عالم الطيران والدفاع الجوي. كده مكنت من تحقيق نجاح كبير جدا في سوق الصناعات العسكرية، وخلال حروب كتير لعبت شركة لوك هيد مارتن دور حاسم في تزويد القوات المسلحة الأمريكية بكل ما يلزمها من أحدث تقنيات الطيران والأسلحة الحديثة، وقدمت كمان حلول مبتكرة لتعزيز وفعالية القدرات العسكرية الأمريكية، وبقت واحدة من أهم وأقوى الشركات اللي بيعتمد عليها الجيش الأمريكي في تقوية قدراته العسكرية والحفاظ على التفوق الاستراتيجي والتكنولوجي اللي بيتميز بيه لحد النهارده. واتطورت أنشطة الشركة وتشمل الكثير من الأسلحة، ما وقفتش عند الطيارات الصغيرة وقطع الغيار بتاعة المعدات العسكرية. تطورت بشكل كبير في عالم الصواريخ والأنظمة الإلكترونية والأجهزة المتطورة. ومع البحث والتطوير قدرت تنجح في إنها تطور تقنيات هائلة وجديدة للجيش الأمريكي في عالم الطيران والصواريخ فائقة الدقة. طبعا في الطريق وهي بتكبر استحوذت على كتير من الشركات الصغيرة في مجال صناعة السلاح في السوق الأمريكي، وعملت كمان شراكات كبيرة بتعزز بيها موقفها المالي والاستراتيجي. دول تجار سلاح مش ناس بتهزر خالص. وهي بتكبر وصلت لدرجة إن سنة 2008 حصلت على عقود من الجيش الأمريكي والحكومة الأمريكية تقدر ب 36 مليار دولار، وده كان أضخم رقم في التاريخ بتحصل عليه شركة في حجم أعمال من حكومة دولة واحدة. والموضوع ما وقفش لحد هنا، ده في سنة 2009 وصل حجم أعمالها مع الجيش الأمريكي ب 42.4 مليار دولار. والموضوع تطور والأرقام بتقال إنها تضاعفت الفترة دي لدرجة إن العقد واحد بس في سنة 2013 لإنشاء قمر صناعي للجيش الأمريكي بلغت قيمته 2.5 مليار دولار. وكمان راحت تلعب في حتة محدش بيلعب فيها، ان هي بتحاول تشغل الأسلحة عن طريق الطاقة المتجددة، وبتخطط انها سنة 2025 هتكون وصلت ل 25% من منتجاتها بتعمل بالطاقة المتجددة. ومن خلال التاريخ الطويل ده في الإبداع والابتكار والتقدم التكنولوجي الرهيب أصبحت شركة لوك هيد مارتن رمز من رموز ابتكار والصناعة الأمريكية. تعالى بقى نتكلم باستفاضة عن تكنولوجيا الأسلحة اللي قدمتها شركة لوك هيد مارتن للجيش الأمريكي. واحدة من التقنيات المهمة جدا اللي قدمتها الشركة للجيش الأمريكي هي تقنية التخفي عن الرادار اللي تم تطويرها في المرة الأولى في طيارة F-117 نايت هوك، ودي طائرة حربية قادرة على الطيران بشكل متسلسل وبتتسلم في سماء العدو بدون ما يقدر يرصدها أي رادار. طبعا التقنية دي قدرت تمكن القوات الأمريكية من إنها تقوم بعمليات في منتهى الدقة ومنتهى الأهمية في دول كتيرة وفي أجواء كتيرة، وخلت العالم زي سما مفتوحة للأمريكان بدون ما حد يقدر يرصد الطيران ده أو حتى يتعامل معاه. مش بس تم استخدام التقنية دي في الاستطلاع والرصد، لا، تم استخدامها في تنفيذ ضربات في منتهى الدقة في دول كتير
جزء منها في الشرق الاوسط. انت متخيل ان دي بدايه الشركه؟ امال اللي جاي هيكون ايه؟ ده غير طبعا انها شغاله على تطوير انظمه الدفاع الجوي الامريكيه، وانها وصلت لمراحل متقدمه جدا بانظمه الدفاع الجوي الصاروخيه وانظمه التحكم والتتبع والتعامل مع الهدف، واللي بيستخدموها في الاستشعار عن بعد ورصد الاهداف اللي بتدخل الاجواء الامريكيه والتعامل معاها واسقاطها بمنتهى الدقه. ولوكهيد مارتن ما اكتفتش بالارض، وكمان اتجهت لتصنيع المركبات الفضائيه والاقمار الصناعيه، واللي قدرت تطور مركبه اسمها مركبه اوريون، واللي بقت دلوقتي بديل لمكوك الفضاء، وبقوا بيستخدموها بشكل متكرر على مستوى العالم في نقل رواد الفضاء وفي الاستكشاف الفضائي. هقول لك على الكبيره، لما ظهر الذكاء الصناعي والروبوت لوكهيد مارتن ما وقفتش تتفرج، نورت عندهم فكره انهم يدمجوا تكنولوجيا يستخدم بيها العقل البشري مع الروبوت والذكاء الصناعي، وكان غرضهم تحسين قدرات الجنود وزياده فاعليتهم وكفاءتهم في ساحات المعركه، وكمان تقليل الخسائر البشريه. وقدمت لوكهيد مارتن نظام متكامل لقوات المشاة من الروبوتات المتطوره والمسلحه، واللي بيتم تزويدها بانظمه متقدمه جدا للرؤيه والاستشعار عن بعد. ومش بس كده، ده عندهم كمان القدره على تنفيذ عمليات قتاليه والتفاعل بشكل مستقل مع البيئه المحيطه. انت متخيل الرعب اللي جاي علينا؟ من الاخر بعد كام سنه هنحارب بالروبوتات. وقالت ان التقنيه دي هتعزز القدرات التكتيكيه للقوات الامريكيه، وكمان هتقلل الخسائر البشريه في ساحه المعركه. وطورت بشكل كبير انظمه الاتصالات بين الوحدات العسكريه عشان تحافظ عليها بشكل سريع وامن، عشان تضمن تنفيذ الخطط التكتيكيه وتنسيق العمليات العسكريه بشكل امن واسرع بكتير عن دلوقتي. وانظمه تشفير عشان تحافظ على البيانات من الاختراق. من الاخر كده، كل اللي نفسك فيه هعمله لك، حارب انت بس. ومن هنا لوكهيد مارتن اكتسبت قوه كبيره جدا في العالم وداخل امريكا، وبقت بتتدخل وتاثر في احداث عالميه، سواء في تهدئتها او في انها تؤدي لانفجارها. وبدات تبني شراكات استراتيجيه مع كتير من حكومات العالم، وبدات تسيطر على صناعه الاسلحه والتكنولوجيا المتقدمه على وجه الخصوص في عالم الحروب والصناعات العسكريه. من ابرز المنتجات اللي عملتها شركه لوكهيد مارتن، ركز معايا وما تتخضش، عملت الاف 16 والاف 35 وصاروخ تريدانت وطياره كي 3 اريون والمقاتله اف 22 وطائره النقل سي 30 وطائره النقل سي 5 والمقاتله فلايت هوك، وكمان صاروخ تاتيان وخزان وقود بتاع محطة الفضاء الدولية، ومجموعة مارتن ماريا الأقمار الصناعية اللي بيعتمد عليها الجيش الأمريكي بشكل كبير جدا في كل عملياته العسكرية. وعملت الصاروخ الأمريكي الأشهر على الإطلاق اللي أكيد كلنا سمعنا عنه باسمه الشائع قاذفة اللهب الأمريكية، أو صاروخ هيمارس الأمريكي، اللي وصل إنتاجها الحالي منه بمعدل 96 صاروخ كل سنة، عشان تبدأ توزع منه على أطراف الحرب في كييف والاتحاد الأوروبي. واشنطن بالطبع استغل الحرب الروسية الأوكرانية كسوق لصاروخ هيمارس الأمريكي، وقدرت تقنع كييف إنها تستخدمه في ضرب القوات الروسية داخل الحدود الأوكرانية بدون ما يوصل للداخل الروسي. وده اللي كييف وافقت عليه وقبلت بيه نظرا للقوة اللي عارفاها للصاروخ ده. واللي بيميز منظومة هيمارس الصاروخية إنها واحدة صاروخية متنقلة وبتحمل راجمة الصواريخ 6 صواريخ من قاذفة اللهب الأمريكي، وبيتحكموا فيها عن طريق الجي بي اس، وده طبعا ضعف مدافع الهاوتزر. وأهم ميزة في الصاروخ إنه مزود بجراب كبير قادر على حمل صاروخ تكتيكي يبلغ مداه 300 كيلو متر. انت متخيل هم وصلوا لفين واللي جاي ايه؟ شركة لوكهيد مارتن الشركات الضخمة مليانة أسرار وقصص مثيرة في عالم صناعة الأسلحة. دي كانت نبذة صغيرة عن الشركة، استنونا في اللي جاي، هقول لك حكايات ومعلومات أكتر عن شركات صناعة السلاح في العالم كله.